بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي إن شاء الله جه ميعادنا مع الدرس الأول من الوحدة الثالثة، دروس التاريخ بعنوان مصر بين المماليك والعثمانيين. في الدرس ده هنعرف إن شاء الله متى أصبحت مصر تحت الحكم العثماني. الدول اللي كانت موجودة في التوقيت دوت، نظام الحكم في مصر كان عامل إزاي تحت الحكم العثماني، الحياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية، الحياة الثقافية. قبل ما نبدأ نتعرف على أحوال مصر تحت الحكم العثماني، لازم نعرف إن العالم الإسلامي في أواخر القرن الخمستاشر وبداية القرن السادس عشر كان المنطقة دي فيها صراعات كبيرة جدا بين ثلاث دول إسلامية موجودة في التوقيت دوت. هي الدولة المملوكية اللي بتحكم مصر والشام وأيضا الحجاز. كمان كان عندي حاجة اسمها الدولة العثمانية موجودة عندي في تركيا حاليا يعني، والدولة الصفوية في إيران. اكبر ثلاث قوى اسلاميه موجوده في التوقيت دوت. وكان في صراع كبير جدا جدا ما بين هؤلاء الدول الثلاث. اول حاجه نتعرف عليها الدوله المملوكيه، دوله المماليك في مصر. كانت بتحكم مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل افريقيا المطل على البحر الاحمر. ولكن دولة المماليك مع أهميتها وكان لها دور كبير جدا في حماية العالم العربي والإسلامي من بعض الأخطار زي خطر المغول وغيره. دولة المماليك في أواخر القرن ال 15 بدأت تتعرض لبعض الأزمات المالية، بعض الأزمات السياسية، وهيبدأ يحصل مناوشات وحروب ما بينها وبين الدولة العثمانية. قبل ما نتكلم على الحروب نعرف الأول أسباب التدهور الاقتصادي اللي حصل لدولة المماليك. السبب الأول هو تحول تجارة الشرق إلى البرتغاليين بعدما تم اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح. وطريق رأس رجاء الصالح هو طريق بيدور حول قارة أفريقيا، بيختصر طبعا الكثير من الأموال اللي كانت هتدفع لدولة المماليك. ما كانش الأوروبيين محتاجين إن هم يدفعوا فلوس دولة المماليك. إحنا ما عندناش مشكلة إن إحنا ندور حوالين قارة أفريقيا، أهم حاجة دولة المماليك ما تستفادش ماديا. وبالتالي بدأ المماليك يحصل في عندهم نوع من أنواع التدهور الاقتصادي اللي أثر تأثير كبير جدا 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 على كيان الدولة، بالإضافة لتحطم الأسطول المملوكي في موقع اسمها موقع ديو البحرية، كانت بين المماليك وبين البرتغاليين، وكمان خسرها المماليك عام 1509. وبالتالي كانت دولة المماليك على وشك الانهيار، اللي أصبحت تتعرض لبعض الأزمات السياسية أيضا بسبب اضطراب الأمن. الدولة الأمن فيها ضعيف شوية، ما عندوش قبضة حديدية على الدولة، بالإضافة للصراع المستمر ما بين المماليك وأيضا كثرة الفتن والثورات. يبقى الأسباب الثلاثة دولت، اضطراب الأمن، الصراع المستمر بين المماليك، وكثرة الفتن والثورات، كل دي كانت أمثلة للأزمة السياسية اللي موجودة في مصر. نتيجة لكل هذه الأزمات تعرضت القوة العسكرية للمماليك إلى الضعف، عشان في أول اختبار ليها مع دولة العثمانية هتسقط دولة المماليك، وهالكلام ده هنشوفه بعد كده في الدرس إن شاء الله. طيب، الدولة الثانية وهي الدولة الصفوية، اللي هي حاليا دولة إيران. زمان كانت معروفة ببلاد الفرس، هي إيران حاليا، وعاصمتها مدينة تبريز زي ما احنا شايفين قدامنا على الخريطة. أما بقى الدولة العثمانية فبدأت يحصل فيها نوع من أنواع التوسع وتزيد مساحتها جدا جدا جدا. آه، آه، ويكون لها حروب متعددة في شرق أوروبا. ولكن مع بداية القرن ال 16 السلطان العثماني سليم الأول المتولي السلطنة في التوقيت دوت بالنسبة للدولة العثمانية بدأ يشعر ان اوروبا بدأت تتحسن وتزداد كفاءتها العسكرية، فقرر ان هو يوقف
انتصاراته في أوروبا، ويتجه في غزواته وحروبه نحو الشرق. فبدأ يحصل اصطدام بالدولتين، الدولة المملوكية في مصر والدولة الصفوية في إيران. يبقى بدأت الدولة العثمانية تتوسع مع بداية القرن ال16، فاتجه سليم الأول في انتصاراته وفتوحاته وغزواته نحو الشرق. طيب، الاصطدام بدأ مع مين الأول؟ يا ترى هيبدأ مع الدولة المملوكية ولا يبدأ مع الدولة الصفوية؟ كانت البداية مع الدولة الصفوية في موقعة جلديران عام 1514 ميلاديا. كانت حرب، وكانت موقعة كبيرة جدا، انتصر فيها السلطان سليم الأول على الصفويين. والنتيجة المترتبة على هذه المعركة انتصار سليم الأول وهزيمة الصفويين ودخوله العاصمة تبريز. وادي طبعا الدولة العثمانية اهي، وادي الدولة الصفوية، وكانت هنا موقعة جلديران عام 1514. طيب حضرتك لو بصيت معايا شوية على الصورة اللي قدام حضرتك، هتلاقي باللون الأحمر الدولة العثمانية، وهنا اهي دولة المماليك، وفي إمارة ما بينهم، إمارة اسمها إمارة ذي القادر. الإمارة دي هي كانت إمارة أو منطقة حدودية ما بين الدولتين العثمانية والمماليك. هتبدأ هنا تحصل مناوشات ما بين العثمانيين والمماليك. على إثر هذه المناوشات هتحدث موقعة تعرف بموقعة جلديران. بس قبل ما نتكلم على موقعة جلديران، لازم نتعرف ايه اللي خلى العثمانيين يسيبوا فتوحاتهم وانتصاراتهم في اوروبا ويتوجهوا ناحية الشرق. السؤال يجي لي في الامتحان يقول لي بما تفسر اتجاه العثمانيون نحو الدولة المملوكية في مصر والشام. السبب الأول أن السلطان سليم الأول أدرك خطورة التوسع والصدام مع دول أوروبا، نتيجة أن دول أوروبا عندها تفوق حضاري وعسكري كبير. بدأت أوروبا تحسن من مستواها العسكري وتتفوق حضاريا. فسليم الأول ما حبش يوجع دماغه ويخش في حروب كتير جدا مع الأوروبيين. قال لك لا، كفاية كده عليا في أوروبا، فاتجه ناحية الشرق. يبقى لأن سليم الأول أدرك خطورة التوسع والصدام مع دول أوروبا. اتنين، لرغبة سليم الأول في توسيع ممتلكاته. سليم الأول عايز يوسع الدولة بتاعته، عايز بدل ما هي دولة تسيطر على جزء في آسيا وأوروبا، عايز يبقى ليه مكانة كبيرة جدا في أفريقيا، وكذلك يضم الشام والحجاز وغيرها. فرغبة سليم الأول في توسيع ممتلكاته كانت هي التي تحرك العثمانيين من أجل الاستيلاء على مصر. وبالإضافة طبعا أن مصر كانت تمثل قلب العالم الإسلامي، وإذا استولى على مصر يصبح سليم الأول خليفة المسلمين. وده اللي حصل وهنشوفه كمان شوية. زي ما اديتك فكرة من شوية على المنطقة اللي نشبت أو اللي كان فيها بداية الصراع ما بين العثمانيين والمماليك، إن السلطان سليم الأول حب يستفز المماليك. فسلطان المماليك في مصر والشام كان السلطان الغوري. فسليم الأول بدأ يتجه بقواته للاستيلاء على إمارة ذي القادر. يا ترى بقى قنصوة الغوري يسيبه؟ لا، راح شد حيله وراح واخد الجيش وطلع على بلاد الشام علشان يستجيب لرغبة سليم الأول في الحرب، ويبدأ يقع فريسة تحت إيد سليم الأول في معركة مرجضابق في أغسطس عام 1516. هذه المعركة كانت في بلاد الشام. نشبت المعركة وكان النصر حليفا لسليم الأول. هزم المماليك، انتصرت القوات العثمانية، أصبحت الشام ولاية عثمانية. طبعا القوات المماليك اللي لسه يعني بعد مقتل القنصوة الغوري بدأت تفر نحو القاهرة للدفاع عن ما تبقى من الدولة المملوكية. وسليم الأول ما كدبش خبر، جه بعدها بكام شهر على طول، وبدأ يحصل الصدام هنا في مصر على أرض مصر في موقعة الريدانية عام 1517 ميلادية. سليم الأول ما اكتفاش بالشام، توجه ناحية مصر. طبعا موجود في مصر طومان باي نائب السلطان، أو هو فعلا أصبح بعد كده السلطان على مصر، اللي جه واستعد على قدر المستطاع من أجل الدفاع عن مصر
من أيدي سليم الأول. وكانت المعركة عام 1517 بصحراء العباسية فيما يعرف بموقعة الريدانية، ولكن طومان باي لم يكن على قدر القوة أو الكافية من أجل مواجهة العثمانيين، فهزم السلطان طومان باي، وأصبحت مصر ولاية عثمانية، وانتهت تماما دولة المماليك، وأصبحت مصر منذ عام 1517 ولاية عثمانية. يبقى النتائج المترتبة على معركة الريدانية: واحد، هزيمة المماليك ودخول العثمانيين القاهرة. اتنين، انتهت دولة المماليك وأصبحت مصر ولاية عثمانية. طيب، واحد بيسأل نفسه دلوقتي: هو ليه المماليك كل ما بيدخلوا معركة بيخسروها؟ بمعنى آخر، ليه العثمانيين انتصروا في المعارك السابقة؟ هي الإجابة واحدة. ده سؤال في الامتحان بما تفسر أسباب هزيمة الجيوش المملوكية. كان طبعا ده سببه التفوق العسكري الواضح للجيش العثماني. اعتمدوا على قوة عسكرية حديثة، وعندهم أساليب قتالية حربية متعددة، بينما الجيش المملوكي كان بيعاني من عدم الاستقرار والنزاع المستمر على السلطة. يبقى نخلي بالنا ونعرف الكلام ده كويس جدا، ان عدم الاستقرار الداخلي للدولة او النزاع المستمر على السلطة بيكون سبب في ضعف وهشاشة الدولة، بالاضافة لان المعسكر الاخر او التفوق العسكري الواضح للجيش العثماني كان هو سبب رئيسي لانتصار العثمانيين في اكتر من موقعة زي مرج دابق والريداني. طيب، دلوقتي النتائج المترتبة على هزيمة الجيوش المملوكية. دلوقتي المماليك خلاص خسروا الشام وبعدها مصر. أصبح سليم الأول يضع يده على العالم الإسلامي تقريبا كله. من النتائج المترتبة على هزيمة الجيوش المملوكية أن تحولت مصر من دولة مستقلة. مصر ما كانتش بس يعني المماليك ما كانوش بيحكموا مصر بس، كانوا بيحكموا مصر والشام والحجاز وغيرها. فمصر تحولت من دولة مستقلة إلى مجرد ولاية عثمانية. اتنين، ما بقاش حد يسيطر على العالم الإسلامي سوى العثمانيين، فانتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية. ثلاثة، هنا أصبح سليم الأول هو خليفة المسلمين، أصبح هو الحامي الوحيد للحرمين الشريفين، وبكده يكون سيطر العثمانيون على العالم العربي كله في الاتجاه الآسيوي والاتجاه الأفريقي. يبقى دي كانت النتائج المترتبة على هزيمة الجيوش العثمانية. طيب، هو العثمانيين سيطروا على مصر إمتى؟ 1517. يا ترى العثمانيين حكموا مصر لمدة كام سنة؟ أو مصر كانت تابعة للدولة العثمانية لمدة كام سنة؟ سنة، اتنين، تلاتة، 10؟ لا يا سيدي، حوالي 400 سنة، تقريبا 4 قرون. في ال4 قرون المتتالية دولت العثمانيين كان حكمهم فيها حكما جامدا راكدا. مصر أصبحت ولاية معزولة عن العالم، بعيدة عن المؤثرات الحضارية التقدم اللي موجود في أوروبا. طيب، في الجزء اللي فاضل معانا إن شاء الله هنتعرف على ملامح الحكم العثماني. شكل الحكم العثماني في مصر طيلة ال4 قرون كان عامل إزاي؟ هنتكلم على الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، المزارعين والتجار في مصر كان أخبارهم إيه، والصناع، الحالة الاجتماعية، أوضاع المجتمع في مصر، والحياة الفكرية والثقافية. نبدأ بالحياة السياسية. العثمانيين وضعوا لمصر نظام حكم بيتكون من 4 هيئات أو 4 إدارات مختلفة. يرأسها طبعا على رأس هذا النظام الإداري في مصر كان الوالي أو الباشا، اللي هو يعتبر بيقوم مقام السلطان في مصر. السلطان هو اللي بيعينه وهو اللي بيحدد له مدة حكمه. بيساعدوا في الحكم في مصر الديوان زي ديوان القاهرة،
موجود كمان الحامية العثمانية، الجيش اللي بيحمي مصر، بالإضافة لإدارة الأقاليم، وهو ما يوازي المحافظات حاليا يعني. طيب، السؤال يقول لي بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني في ثناياه عوامل ضعف. يعني إيه؟ يعني بما تفسر ضعف نظام الحكم العثماني في مصر. ليه نظام الحكم العثماني في مصر كان نظام ضعيف؟ طيب، خلينا نكون متفقين ان العثمانيين حكموا مصر 4 قرون. ما كانش طبعا ال4 قرون فيهم ضعف، واللي ما كانتش استمرت الدولة فترة طويلة، ولكن كان في بعض الفترات بيكون فيها نظام الحكم نظام ضعيف، وده لعدة أسباب. السبب الأول هو المدة بتاعة الوالي نفسها. الوالي كان بيحكم من سنة إلى 3 سنوات، يعني قصر مدة حكم الوالي اللي هي من سنة ل3 سنين. كان السبب الرئيسي ان الوالي ما اهتمش بالاوضاع في مصر، يجي يهتم بكيانه الخاص، عايز يعمل فلوس في اقصر وقت، ان هو كده كده ماشي. فما كانش بيهتم بالدولة، وبالتالي كان او الولاية، وبالتالي كان نظام الحكم نظام ضعيف. اتنين، زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. يعني لما كان الديوان ساعات بيبقى ليه سلطة أكبر من الوالي، أو ساعات كان بيمنع بعض قرارات الوالي، وبالتالي حصل نوع من أنواع عدم التناسق أو عدم الاتفاق ما بين هيئات الحكم العثماني في مصر، مما كان سببا في ضعف الحكم العثماني. يبقى واحد، قصر مدة حكم الوالي. اتنين، زيادة سلطة الديوان والحامية العسكرية. طبعا نتيجة لهذا الضعف، المماليك أو بكوات المماليك في مصر بدأوا يعني يحسوا إن هم عندهم فرصة لاستعادة ملكهم مرة أخرى. فبدأ بعض المماليك يقوموا بعدة محاولات من أجل الانفراد بحكم مصر مرة أخرى. وكان مثال لذلك حركة علي بيك الكبير في عام 1768. طب ما تيجي كده نعرف حركة علي بيك الكبير ومين رغد أصلا. يا سيدي، علي بيك الكبير ده كان شيخ البلد في مصر. شيخ البلد ده منصب كان من المناصب اللي يتولاها برضو المماليك اللي كانوا بيساعدوا الوالي، وكان ليه قوة وبرضو نفوذ وبدأ يتخلص من بعض المنافسين ليه. بدأ يشعر وكأنه هو الحاكم الفعلي لمصر. بدأ علي بيك الكبير يعمل اتصالاته واتفاقياته وتحالفاته مع بعض الشخصيات البارزة في الدولة العثمانية، زي الشيخ ظاهر العمر، حاكم جنوب الشام. مش بس كده، لا ده قام أيضا بإخضاع الحجاز لنفوذه. يبقى كده علي بيك الكبير بدأ يعيد للدولة المملوكية هيبتها مرة أخرى. طرد العثمانيين، الوالي مشي، استولى على الحجاز، بدأ يتفق مع الشيخ ظاهر العمر. وفي محاولة جريئة منه أرسل النائب بتاعه محمد بيك أبو الدهب من أجل إخضاع الشام وغزو الشام والسيطرة عليه من إيد العثمانيين. طيب، وبدأ فعلا محمد بيك أبو الدهب ياخد بعضه ويسمع كلام علي بيك الكبير، وعاي يعني راح بجيشه عشان يدخل دمشق. ولكن هناك السلطان العثماني استطاع ان هو بحيلة ذكية يتفق مع محمد بيك ابو الدهب ان هو لو اتخلص من علي بيك هيرجعه يبقى هو والي مصر، ومحمد ابو الدهب يبقى ليه شأن كبير جدا، مش مجرد نائب، ده انت تبقى انت والي مصر. وبدأ يزغلل عينه ببعض الامتيازات. بينه وبينك كده محمد ابو الدهب بدأ ايه؟ بدأ يوازن الامور. هو انا لما اسمع كلام السلطان هتبقى مميزاتي اكبر، ولا لما افضل مع علي بيك الكبير؟ فقرر محمد ابو الدهب ان هو ينحاز للسلطان العثماني ضد علي بيك الكبير. رجع محمد ابو الدهب من الشام، قضى على حركة علي بيك الكبير، والمكافأة الكبيرة ان هو اتعين والي على مصر. وبكده تكون رجعت مصر مرة اخرى ولاية عثمانية.
تحت حكم شيخ البلد محمد ابو الدهب. سؤال في الامتحان يجي يقول لي ما النتائج المترتبة على انحياز محمد ابو الدهب للسلطان العثماني؟ ادى الى فشل حركة علي بيك الكبير. طيب، ما النتائج المترتبة او بما تفسر فشل حركة علي بيك الكبير بسبب انحياز محمد ابو الدهب للسلطان العثماني؟ وبكده تكون الصفحة دي اتقفلت من تاريخ مصر، ولا عودة نهائيا لحكم المماليك بصورة مباشرة لحكم مصر. قد يكون ليهم بعد كده بعض النفوذ، بس يكونوا تابعين للدولة العثمانية، مش منفصلين، مش مستقلين تماما عن الدولة العثمانية. طيب، تعالى ناخد جولة مع بعض في أوضاع مصر الاقتصادية تحت الحكم العثماني. هنتكلم طبعا على الزراعة والصناعة وكمان التجارة. طبعا الحياة الاقتصادية كان فيها تدهور كبير، وده هنشوفه في الزراعة. العثمانيين طبقوا في مصر أول حاجة نظام يعرف بحق الانتفاع. يعني إيه حق الانتفاع؟ يعني الأرض كلها اللي في مصر، الأراضي الزراعية يعني، هي ملك للدولة. ملك للدولة اللي هي مصر يعني؟ لا، ملك للدولة هنا المقصود بيها الدولة العثمانية. وطبعا الدولة ممثلة في شخص مين؟ شخص السلطان. إذن كل الأراضي الزراعية ملك للعثمانيين أو ملك للسلطان العثماني بمعنى صح. طيب، السلطان بيعطي بعض الأراضي، بيكلف بيها الفلاحين بزراعتها، ولكن الفلاح ليس له حق التصرف فيها. يعني الفلاح كان بيزرع الأرض مقابل ما يؤدي ما عليها من ضرائب. ما كانش بيتصرف في الأرض ولا بيورثها ولا أي حاجة. كان هي يعني الأرض بتكون ملك للسلطان، وأنت بتنتفع بيها مقابل الضرائب اللي بتأديها. طيب، الدولة العثمانية كانت إزاي بتحصل الضرائب؟ ضعفت الدولة العثمانية في بداية من منتصف القرن ال17، فبدأت الدولة العثمانية تلجأ لنظام يعرف بنظام الالتزام. شخص غني في الدولة، تمام، واحد من الأثرياء الكبار أو واحد مرتبط بالعثمانيين مع بيهم مصالح معاهم، يدفع هو الضريبة المقررة عن أرض أو عن قرية، ثم يقوم بتحصيل هذه المبالغ مرة أخرى من الفلاحين بشكل كبير جدا ومضاعف. وبالتالي الفلاح المصري كان بيعاني جدا 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 من كثرة هذه الضرائب. مش بس قيمة الضرائب المفروض عليه وكثرتها، لا، ده ظلم الملتزمين في جماعة. فطبعا سؤال في الامتحان يقول لي بما تفسر تدهور الزراعة في مصر في عصر العثمانيين أو تحت الحكم العثماني؟ ده طبعا بسبب كثرة الضرائب وظلم الملتزمين في جماعة. يعني مش بس بدفع ضرائب، لا، ده الملتزم كمان بيستخدم اساليب قويه جدا وعنيفه ضد الفلاحين. وده كان سبب رئيسي في ان الفلاح يهمل طبعا الارض الزراعيه وما يزرعش، وانا كده كده هدفع ضرائب وزياده وبقوه. فكان الحكام ايضا اللي هم الوالي والهيئات الحاكمه في مصر كان عندها اهمال واضح في تنظيم الري، او اقامه سدود او حفر ترع. تمام. طيب، نيجي للصناعة، اللي هي كانت أيضا فيها تدهور كبير جدا جدا جدا. وتدهور الزراعة هو سبب رئيسي لتدهور الصناعة. تاني الحتة دي، تدهور الزراعة هو سبب رئيسي لتدهور الصناعة. تمام. طيب، اتنين، الصناعة كمان تدهورت بسبب ان السلطان العثماني سليم الأول لما جه مصر شاف ان كان في بعض الصناع المهرة والحرفيين الشاطرين في حرفتهم، فبدأ يعجب بيهم سليم الأول وياخدهم معاه إلى الأستانة، اللي هي النهاردة مدينة اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. وطبعا الصناعات اللي كانت موجودة في مصر في التوقيت ده كانت مجرد صناعات يدوية بسيطة، وما كانتش على القدر الكافي نتيجة التدهور الكبير في الزراعة. وأمهر الصناع والحرفيين تم إرسالهم من قبل السلطان إلى الأستانة.
لو انت تعبت ولا حاجة وحاسس ان موضوع المعلومات كترت، توقف الفيديو عند الجزئية دي ويبقى راجع تاني. نيجي للتجارة في مصر في عصر الدولة العثمانية. طبعا كان في تدهور واضح للتجارة، وزي ما قلنا في الصناعة سببها تدهور الزراعة، فالتجارة سبب تدهورها هو تدهور الزراعة والصناعة. ما هو يعني ايه تجارة؟ يعني في ناس بتبيع وتشتري. طب دلوقتي الزراعة متدهورة والصناعة متدهورة، وبالتالي حركة البيع والشراء قلت. فاذا خلي بالك كل شيء مرتبط ببعضه. تدهور الزراعة والصناعة هو سبب رئيسي لتدهور التجارة الداخلية. اتنين، افتقاد الامن. البلد ما فيهاش امن، كل ما حد بيجيب تجارة او بضاعة او غيرها، ده لو ربنا كرمه وبدأ يبيع، يطلع بعض القطاع الطرق او البدو يقوموا بالإغارة على هذه التجارة او البضاعة، وبالتالي تبدأ التاجر ما يقومش بيه عملية البيع والشراء مرة أخرى، لأن كل حاجة أعملها هيتم الاستيلاء عليها. يبقى سبب رئيسي تدهور التجارة الداخلية هو تدهور الزراعة والصناعة. اتنين، افتقاد الأمن. ثلاثة، إهمال الطرق البرية وغارات البدو على هذه التجارة. طيب، بالنسبة للتجارة الخارجية، احنا كده متفقين ان الدولة العثمانية الدولة المملوكية في اواخر عهدها بدأت تضعف، والضعف ده فضل مستمر كمان معايا في التجارة الخارجية في عصر الدولة العثمانية، نتيجة تحول طريق التجارة إلى طريق رأس رجاء الصالح. البرتغاليين لما اكتشفوا هذا الطريق بيدور حول قارة أفريقيا، أضر بمصالح مصر وتجارة مصر الخارجية. اتنين، منح الدولة العثمانية بعض الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. يعني إيه امتيازات أجنبية؟ هي منح وعطايا، تسهيلات بمعنى أصح، منحتها الدولة العثمانية للأوروبيين علشان يجي يستثمروا في الولايات العثمانية، وبالتالي هذه المنح والامتيازات أضرت بتجارة مصر الخارجية. طيب، المجتمع في مصر كان شكله عامل ازاي؟ طبعا من خلال اللي انا قلت لك قبل كده، فانت كونت معلومة او فكرة ان المصريين عامة الشعب فلاحين وفقراء، بينما الطبقة العليا او طبقة الحكام كانوا مرفهين. المجتمع المصري انقسم الى طبقتين في العصر العثماني. الطبقة الاولى هي طبقة الحكام، والطبقة الثانية طبقة المحكومين. شيء منطقي جدا طبعا. طبقة الحكام كانت بتتكون من الأتراك واللي هم العثمانيين يعني، والمماليك. وطبعا ليهم كل السلطات اللي موجودة في الدولة، هم المسيطرين على شؤون الإدارة والحكم والجيش، يعني الامتيازات كلها معاهم. بينما طبقة المحكومين فدي هي كمان انقسمت إلى طبقة وسطى ودنيا. طبقة وسطى اللي هم مش فقراء قوي ولا هم أغنياء قوي. طب كانت بتتكون من مين بقى الطبقة الوسطى اللي هي طبقة المحكومين؟ كان فيها وسطى ودنيا. الوسطى اللي هم مين يعني؟ مشايخ، علماء، كبار التجار، كمان يعني الطبقة الدنيا بقى كان فيها بقى ليه الفلاحين، صغار الحرفيين، عامة الشعب. وطبعا الطبقة الدنيا كانت طبقة تنتشر فيها ينتشر فيها الفقر والأمراض والأوبئة، وكانت طبعا بتعاني من البطالة والتشرد وعدم الاهتمام بحياتهم أو مصالحهم، وكانت طبعا يعني حاجة في غاية الظلم والفقر والاضطهاد. نيجي لآخر نقطة معانا في الدرس النهاردة إن شاء الله، وهي الحياة الفكرية والثقافة. دولة أو ولاية بمعنى أصح فيها كل هذا الضعف، أكيد كان ليه تأثير سلبي جدا جدا على الحياة الفكرية والثقافية. فالحياة الفكرية والثقافية في مصر بمعنى أصح الإبداع والفنون والكلام ده كله ما كانش موجود. سؤال في الامتحان يقول لي دلل أو بما تفسر اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني بالجمود والتخلف. ده بسبب العزلة اللي فرضها العثمانيون على مصر. طيب، الكلام ده كان ليه نتائج مترتبة. تخيل دولة ما فيهاش إبداع، ما فيهاش فن، ما فيهاش ثقافة،
ده ادى الى ايه؟ الازهر ومكانته العلميه المعهوده والمرموقه والمعروفه بدات تهتز هذه المكانه. مصر ما كانش فيها في التوقيت ده اهتمام بالعلوم العقليه او الرياضيه، او حتى العلوم الطبيعيه زي الاحياء والفيزياء والكيمياء وغيرها، ما كانش فيه اهتمام بهذه العلوم. فقط كان الاهتمام منصب على العلوم الشرعيه. طبعا العلوم الشرعيه مهمه جدا، ولكن لازم يكون بجانبها بعض العلوم التانية اللي بتفيد بتواجه الناس في حياتهم العامه. اتنين، من النتائج المترتبه على تدهور الحياه الفكريه والثقافيه ان تدهورت كمان الحياه الادبيه. لم يعد هناك مجال للفكر او الابداع او التاليف. كل ده طبعا كان ليه تأثير سلبي على عامة المصريين اللي انتشر ما بينهم الدجل والجهل والشعوذة والخرافات وغيرها من أعمال لا يقبلها عقل أو الدين. ده نتيجة اهتزاز مكانة الأزهر العلمية، نتيجة تدهور الحياة الفكرية والثقافية. طبعا ده هيكون لي وقفة معانا إن شاء الله. ونخلي بالنا ان فترة الحكم العثماني لمصر زي ما قلنا 4 قرون. كان في اوقات منها كان في اوقات قوة، ولكن الضعف زي ما اتكلمنا في ناحية الزراعة بدأ يحصل عندي في منتصف القرن ال17. وبكده نكون احنا وصلنا لنهاية الدرس. اتمنى من حضرتك ان انت تكون بتراجع وتحل اسئلة على هذا الجزء. قسم الدرس بتاع حضرتك على جزئين. الجزء اللي تفهمه راجع عليه واحفظ العناصر بتاعته وحل اسئلة، وبعدين بكمل الجزء الثاني. والى اللقاء ان شاء الله في درس الحملة الفرنسية. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.